كان النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس، كان من أجود الناس، كان أكرم الخلق، لا يقول لا، حتى قال قائلهم: ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه نعم، عليه الصلاة والسلام. جاء رجل ورأى بعض الغنائم وقد ملأت الوادي، فنظر إليها وقال: من يملكها؟ إنه لذو حظ عظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيسرك أن تكون لك؟ قال: أي نعم والله. قال: فإنها لك. قال: أتهزأ بي؟ قال: لا والله. خذها وسقها إن أردت، فانظر من يمنعك. فنزل الرجل وساقها فلم يمنعه أحد، فانطلق بها وذهب إلى قومه وقال: ادخلوا في دين محمد، يا قوم ادخلوا في دين محمد، فإنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، صلى الله عليه وسلم.